الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا طبعا عاملين اليوم ده ان شاء الله اللي هو تقديم لذكرى المرحوم كابتن مسعد نور، كابتن النادي المصري ومنتخب مصر. طبعا ده اقل حاجه احنا كمجلس اداره بنقدمها له. طبعا انا جاي بقول يعني الناس كلها ان احنا ما بننساش حد، لان ده تاريخ ما ينفعش يتنسى، ودي لفتة طيبة من مجلس الإدارة بالكامل على رأسهم الأستاذ ياسر يحيى رئيس المجلس. كان المفروض برضه هو كان موجود معانا النهارده، ولكن لظروف سفره طبعا حاجة خاصة بالنادي المصري، فطبعا احنا جينا أنا والأستاذ محمد الكول والأستاذ أحمد شاملة مجلس إدارة. عاوزين نقول كابتن مسعد نور طبعا ربنا يغفر له ويرحمه ويصبر اهله طبعا، عشان كابتن مسعد مؤثر فينا كلنا، لان ده طبعا نجم بورسعيد كلها ونجم مصر كلها، وده اقل حاجه بنقدمها له. اشكرك. اقل حاجه زي ما قلت لك احنا النهارده يعني اقل حاجه مجلس الاداره يعني بيعملها وجودنا النهارده بنترحم مع الكابتن العظيم مسعد نور، كابتن النادي المصري وكابتن منتخب مصر. يمكن احنا وجودنا النهارده هو الاصول الذكرى بتاعته بكره، يعني 23/4/2011 التاريخ لا ينسى، لكن هو عشان طبعا انت عارف عندنا ماتش بكره الحرس. وجودنا النهارده تمثلنا في الاستاذ شريف شدوى نائب الرئيس، ووجود انا ووجود الاستاذ احمد شامله. كلمه توجهها له في الذكرى الثالثه؟ يعني الله يرحمه وربنا ربي يعني يجازيه عنا خير اللي عمله بورسعيد وعمله النادي المصري. مسعد نور عمل كتير يا جماعه للنادي المصري، اسم كبير وقيمه كبيره للنادي المصري، وكفايه زي ما انا بقول لك يعني ان هو لما بنروح اي حته في مصر كلها وبره مصر والله صدقني مسعد نور.